نيجي بقى لواحد كلنا تقريبا عارفينه وعارفين إنه من أهم الموسيقيين المصريين، وهو هاني شنودة. هاني شنودة اتولد في طنطا سنة 1943، دخل معهد الموسيقى وتخرج من قسم البيانو، وبعدها سافر بره علشان يشوف الموسيقى الغربية كانت واصلة لفين، ويعتبر من أوائل الناس اللي استخدمت السينثايزر. ولو ما تعرفش إيه ده فخليني أشرحهولك. ده عبارة عن آلة موسيقية إلكترونية بتعمل أكتر من صوت موسيقي، وممكن تعمل أصوات جديدة كمان، اللي هي دلوقتي زي الكيبورد الإلكتروني أو برنامج الإنتاج الصوتي اللي معظم الموسيقيين بيستخدموها دلوقتي. هاني عمل أعمال كتيرة، من أهمها فيلم المشبوه سنة 1981 اللي كان بصمة في تاريخه، وعمل واحد من أهم الأفلام المصرية وهو فيلم شمس الزناتي اللي كلنا سمعنا الموسيقى بتاعته وعدت علينا حتى لو مش عارفين إنها بتاعت هاني شنودة.